مساء الفل عليكم واهلا بيكم يوم جديد من بودكاست القلعه الحمراء. ضيفنا النهارده حاوي الكره المصريه، مش هتكلم عليه كتير، خلينا نرحب بيه كابتن وليد. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب وبخير وسعاده دايما يا كابتن سعيد. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الشغل بقى والصوت ما تقلقش، يعني احنا متعودين على كده في استاد الاهلي. والله يا كابتن دي حاجه طبعا، استاد الاهلي دي حاجه تشرف مصر وتشرف كل جمهور النادي الاهلي، وده يعني بامانه ان جمهور النادي الاهلي يستحق حاجه اكتر من كده يا كابتن. يعني جمهور الاهلي يعني لا يقل شيء عن اي جمهور من الانديه الكبيره زي ريال مدريد وبرشلونه. جمهور الاهلي حاجه ايه اللي ده يزيد؟ ايه اللي يا باشا ده لا هيزيد؟ ما يقلش طبعا. احنا اكبر جمهور في العالم، خلي بالك. طبعا يا كابتن طبعا في مصر يعني احنا اكبر جمهور في العالم. لا جمهور الاهلي مختلف طبعا وحضرتك عارف، ويستاهل حاجات كتير جدا حلوه من المسؤولين في النادي الاهلي، واعتقد ان دي انجاز كبير جدا وحاجه محترمه يعني. السؤال المعتاد اللي بفتح بيه دايما بودكاست بتاعنا هنا، الاعلان نظره فظيعه والواد الصغير شبهك خالص يعني. ها؟ لا الاعلان طبعا حاجه كانت حلوه جدا، وبالنسبه لي انا كان ليا الشرف ان اكون موجود في حاجه كبيره جدا في وسط نجوم كبيره جدا عملت اسم كبير في تاريخها في النادي. دي على المستوى الشخصي، لكن على المستوى العام الاعلان حاجه محترمه. يعني معظم الناس بتقول فعلا ده احسن اعلان في خلال الشهر ده، حاجه حلوه قوي يعني. طيب انا باكد على طول ان اللي ظهروا هم يستحقوا بالتاكيد، نجوم اساطير، لكن في تانية نجوم كتيره برضو تعبت وشقيت واجتهدت وكان همها كله ان الاهلي يبقى اسمه عالي ومكانته حاضره وموجوده عبر التاريخ. لكن كل فتره هيبقى فيه ظهور لناس واساطير لناس، مش ده بس، هم دول بس اللي هيظهروا في كل مره، لا بالتاكيد، لان الاهلي مليان اساطير. طيب فكره تخليد اسماء الناس والجماهير على جدران استاد الاهلي من خلال درع التخليد، لو وليد هيختار شخص او اتنين. بص يا كابتن، انا لو هختار شخص من الاسره هختار والدي الله يرحمه. هو اللي علمني او حببني في النادي. انا طفل صغير كان بيخليني اقعد جنبه اتفرج على الماتشات، طلعني اهلاوي، طلعني بحب النادي. كان دايما بيدعيلي ان انا ابقى لعيب كوره وفي النادي الاهلي. ولو اختار شخص في الكوره اختار ابو تريكه. ان ابو تريكه اتعلمت منه حاجات كتير جدا اول ما جيت النادي الاهلي، حتى على المستوى الانساني يعني اتعلمت منه حاجات كتير جدا. وابو تريكه شخص عظيم ويستحق حاجات كتير جدا انا اتعلمتها منه، واقول ان انا ممكن احط اسمه على الاستاد. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا، والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا أهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. غنوا أهلي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. كلكم عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين فين عنواني، كلكم عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكم عارفين من أهلي وعارفين فين عنواني. عاشت الأسامي ذكرياتنا بتنتهيش، إيه بينك وبينه علشان في قلوبنا تعيش. انتم أساس في قلبي، انتم ناس ما بتتنسيش. بنعيش عشان نشجع، بنشجع عشان نعيش. لو تعاد الزمان هعيد كلامي تاني، عايش احكي بجد ومقدرني البركة في لساني. انا كل سطر في قصة بطلها اهلي وناسي، اهلي ضحوا عشان انا مش هنسى لكم كل حياتي. هفضل فاكر عاشت الاسامي، مش هبطل اشجع
شايل بعدي ابني على كتافي. غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني، كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني. عاشق للكيان، اسمك محفور على جدران السد الأهلي. في السد الأهلي عاشت الأسامي. اللي قدامكم ده واللي قدامي ده دلوقتي دمه خفيف جدا جدا، بس هو قدام الكاميرا تحس ان هو يعني ايه بيبقى متحفظ شويه، لكن دم ايه شربات. مواقفه كمان وانا شاهد على كتير جدا منها. هو كان بيعذبني في الاشاعات بالذات، مش عارف ليه. يعني سخي جدا وكريم جدا، بس يجي يعمل اشاعه ب 2000 جنيه يقول لي عملت اشاعه ب 2000 جنيه. يا عم انت مش عم وليد حقه. الدكتور والله اللي بيقول لي كده روح للكاب سيد. لكن مواقفه من البدايه خالص، من ايام ما كان في بتروجيت وإنبي، تمسك كان رهيب جدا جدا. يعني ربنا حقق لك اللي انت عايزه. الحمد لله يا كابتن. بس برضو حضرتك كنت من اول الناس اللي اتكلمت معايا، وكنت حضرتك كنت شغال في الراديو زمان، صحيح، في 2008. وانا كنت بلعب في اهل جده، ومن اول الناس اللي اتكلمت معايا وقلت لي ان حد كويس وان شاء الله الاهلي بيفكر فيك. بتلبس رقم 4 كده. كنت انا متابع بقى، بتفرج، ما اعرفش كانوا مسخريني في الراديو مش عارف ازاي. كنت من الساعه 12 لحد الساعه 2 بالليل. تعرفش الدنيا بتبقى يعني نهار، وفجاه اطلع بالليل او اخش بالليل واطلع الاقي الدنيا بقت نهار. وليد اللي يعرفوا ناس لكن مش مأكدين على المعلومه، بطوله 2013 اللي هي كابتن يوسف بتاعت كابتن محمد يوسف. ممكن يكون احمد عبد الظاهر جاب الجول في الاولاني هنا مع اورلاندو في المقاولين العرب، وابو تريكه جاب الجول الثاني. لكن حق ربنا يتقال، انت كان ليك يمكن اكتر من 40-50% من الوصول للمباراه دي والحصول على اللقب نفسه. وليد ده جاب لنا جول في ليوبار فظيع جدا، عمل لنا رجوع رهيب في مباراه الزمالك، عمل لنا شغل جامد جدا جدا جدا. حتى السنه اللي قبلها مع الترجي، الجول اللي جابه مع سيد حمدي هناك في الترجي، رجله كان عنده مشكله في الركبه، وكانت تستوجب تدخل جراحي، بس مش سريع، عادي جدا. يعني هو لازم يعمل تدخل جراحي، بس ممكن بعد اسبوع، بعد 2، بعد 3، بعد شهر، مفيش مشكله. في حالات كده في الغضاريف، في حاجات في الغضاريف بتبقى كده، بتبقى بالشكل اللي انا بقوله ده. ما كانش عنده تردد خالص، ما كانش عنده تردد نهائي ان انت لازم اكمل البطوله ولازم ناخد البطوله. ولعبت معانا كاس عالم بعديها. بالظبط. وبعدين عملت العمليه. حتى في بطوله 2018 بطوله من اولها لاخرها كانت باسم وليد سليمان مع كارتيرون. بس يا كابتن في حاجات يعني احنا اتعلمناها منكم. كنت دايما يا كابتن تقول الاهلي ما بينساش. ده حقيقي. الاهلي يا وليد ما بينساش. كنت دايما انا بتتقال لكل الناس. الكلام ده كان بيأثر فيا جدا، لما يكون النادي محتاجني او الفرقه زمايلي محتاجيني لازم يكون موجود. طول ما الحاجه مش يعني ممكن ناخد حقن او حاجه مش هتعطلني خالص يعني. لكن طبعا لو هي هتبقى بالسلب عليا او على الفرقه، طبعا المسؤولين مش هيسمحوا بالكلام ده. لكن الدنيا لا، كانت ان انا اقدر ان انا العب بشكل كويس، والحمد لله كان توفيق ربنا معانا. بس الكلام فعلا كابتن كان بيأثر فينا. يمكن حضرتك عارف وقتها كانت حتى الامكانيات قليله جدا والظروف، لكن الكلام كان دايما حافز كبير بالنسبه لنا. احنا واحد زي انا كنت جاي من بره على النادي الاهلي، طموحي ان العب في الاهلي وانا صغير. بس كلام حضرتك ومستر مان والجزيره لما جيت النادي، انت رصيدك زيرو، لازم تعمل بطولات. الكلام ده فرق معايا جدا، خلاني ان انا حتى لو انا مصاب، لا انا عايز افيد النادي، عايز اعمل بطولات زي الناس اللي عملت بطولات، عايز اعمل تاريخ في النادي. الكلام ده كان دايما بيأثر فينا دايما يا كابتن، والله بجد يعني. خلي بالك يا وليد، في حاجه في الحوارات عامه او في الحياه اسمها فن التوجيه. يعني ان انا اقدر اوجه بني ادم لحاجات ايجابيه
واديله من الدوافع اللي تخليه انا استفاد منه وتخليه هو يروح لحته كبيره جدا. فلما يجي لك لعيب عنده امكانيات رهيبه قوي وجاي من نادي اقل من الاهلي، بس هيلعب في الاهلي، بس هو جاي برضه في فرقته نجم كبير حاسس بنفسه. الطلعه الاولى لازم تكون طلعه فيها اول 7-8 دقايق فيها شويه جمل وصدمات شويه عشان يتعدل الدماغ سنه. هو جاي، هو رئيس جمهوريه نفسه هناك، صح، وصاحب الفرقه، صح. وممكن يكون بيتكلم مع المدرب كمان مين يلعب ومين ما يلعبش، وممكن يصحى من النوم بقى فيلاقي مثلا شعره منكوش فيقول لك والله ده انا تعبان. فيعني كانه مشتري النادي هناك في اللي هو جايب منه، بس هو نجم كبير جدا. الطلعه الاولى بقى والدخله الاولى في الاهلي تمام لازم تديله صدمه سنه، صح. اللي هو انت ما عملتش حاجه اصلا، صح. اللي موجودين دول احسن منك 100,000 مره، اي واحد فيهم اكبر منك كاسم، صح. واعلى منك كقيمه. فانت هنا بتحسسه ان انا ليا لسه عندي مشوار كبير قوي عشان اوصل للناس دي. لكن لو انت جاي راكب الدنيا تمام وباحساسك اللي انت جاي بيه من هناك، لا انا هستفاد منك ولا انت هتفيد نفسك ولا هتفيدني، تمام. فبالتالي انا خسرت واحد كان ممكن يساعدني بشكل كبير قوي. ففن التوجيه ده في الشخصيه اللي جايه ده مهم قوي يا وليد. ده حقيقه يا كابتن، وده بيبقى يعني اللي محظوظ ان هو يقابل شخص في النادي او حد يقدر يوجهه زي ما حضرتك بتقول. ان ممكن في ناس كتير جدا اي حد يجي ما يتعامل معاه ان هو نجم يديله حجم و ويبقى جاي زي ما بنقول بلغه الكوره جاي فوق الناس النجوم اللي في الفرقه، مش هيكمل ولا هيديني. لكن اللي محظوظ ان يلاقي مسؤول يقدر يوجهه ويحطه على الطريق. يعني مش ممكن تبقى معايا وما ارجعش النقطه بتاعت مستشفى في النقله اللي ما بين لما دخلت المستشفى ما بين الاهلي وانبي. كنت في بتروجيت وبعدين رحت انبي. هو الموضوع يا كابتن كان كل سنه باخد وعود بشكل يعني جدي جدا، يقعدوا معايا اللي هو كان رئيس مجلس اداره في الشركه، وطبعا كان الكابتن مختار رافض. يعني كان الكابتن مختار يقول لك لا مش دلوقتي، استنى انا اللي هوديك الاهلي بنفسي وكده يعني. لكن المسؤولين في الشركه كانوا يقولوا لي عدي السنه دي وهتبقى معانا، تمشي من السنه الجايه. قعدت 4 سنين على كده يا كابتن. فيهم سنه اللي هي الاخيره قالوا لي احنا نوصل مركز كويس وهتمشي يعني. خدتوا رابع باين؟ تقريبا يا كابتن. رحت من الساعه 8 الصبح الشركه، فضلت قاعد يا كابتن لحد الشركه ما قفلت الساعه 4. ما كنتش فطران وتعبان وقاعد مستني ده يقول لي استنى ده بيخلص اجتماع، ده في الاخر اقول له لا انت مش هتمشي. طلعت من الشركه تعبت، كنت في العربيه لقيت نفسي مش عارف اسوق ودايخ، وكلمت حد صاحبي وداني المستشفى. كنت نفسيا تعبان بقى خالص. صحيت الصبح لقيت نفسي ناس واخداني موداني مستشفى تاني. ما حسيتش خالص؟ ما حسيتش بحاجه، لقيت نفسي في مستشفى تاني وقالوا لي انت كويس مفيش حاجه وانت الوزير عايز يقابلك. رحت الوزير قال لي انت زعلان ليه وكده؟ قال لي انا اهلاوي وبحب الاهلي، العب سنه في انبي وانا. قلت له ده اخر وعد؟ قال لي فعلا الراجل بعد السنه دي وفعلا ان انا امشي يعني. كان هو بس الفتره دي كانت صعبه جدا يا كابتن بجد والله. انا حتى لما رحت انبي كام شهر مش مظبوط يعني، بروح النادي ما اتمرنش وامشي. كان الكابتن على عبد الصادق يقعد يا ابني مالك يا ابني مالك. قلت له يا كابتن انا نفسي اروح الاهلي وانا بقالي 4 سنين بيقولوا لي هتروح. والعلم يا كابتن وانا في الجونه كان كابتن حسام بدري تواصل معايا وانا كنت جاي الاهلي، بس كان مستر مانويل قالك مش عايزين نجيب لعيبه من الدرجه الثانيه، خليه يروح فرقه كده ويعني يبقى قدام عينينا وكده. رحت للكابتن مختار وكان ربنا وفق مع بتروجيت وظهرت بمستوى كويس جدا يعني. بس هو في الاول والاخر هو توقيت ونصيب، ربنا بيختار التوقيت طبعا. لكن الحمد لله الواحد كان عنده يعني يقين بربنا ان هلعب في الاهلي. كان ابويا دايما بيدعي لي ويقول لي يا ابني ان شاء الله، والحمد لله يمكن ربنا وفقني وجيت وقعدت سنين كتير 11 سنه في النادي الاهلي. الحمد لله بفضل الله عملنا بمساعده كل الناس عملنا حاجات كويسه وعدينا على ظروف صعبه وظروف حلوه. كام بطوله؟ 24. يا نهار ابيض ما شاء الله. ما شاء الله 24 بطوله. ما شاء الله. عشان تعرفوا ان البدايات دايما مش هي اللي ممكن تكون مؤشر للنهايات. وفي مقوله يقول لك الجواب بيبان من عنوانه. مش شرط على فكره.
يعني في الجواب ما يبانش من عنوانه عادي جدا، يعني عادي ممكن السطر الاولاني ما يبقاش مكتوب كويس، يعني عادي جدا. وليد في البدايه اول ما جيت اسماء كبيره قوي في الاهلي طبعا. وما كنتش الاساسي بشكل قاطع في البدايه. لا. تمام. وبقى وليد سليمان، يعني ده برضو رساله لكل الناس، مش بالضروره ان انا اول ما ابدا اخطف عيون الناس واذهانها وتفكيرها وتركيزها واعجابها، لكن الاستمراريه هي المطلوبه. طبعا يا كابتن، الاستمراريه. وفي حاجه كمان مهمه، انت انا وانا صغير ممكن اجي وابدا والعب، بس الموضوع اوصل لسن برضو معين بتلاقيني ما اتقبلش ان انا اقعد. يعني دايما الناس كانت في اوقات حياتك كنت بتشوفني انا بقعد على الدكه ببقى مبسوط، حتى لو نزلت شاركت 10 دقايق انا ليا دور، وعارف ان انا ليا دور في الفرقه وبنزل بساعد الفرقه. النهايات بتبقى لاي لعيب، بتبقى في لعيب ممكن يتقبلها بالشكل ده، ممكن لعيب ما يتقبلهاش، بس الحمد لله بفضل الله كان عندي رضا يا كابتن ان انا طول ما انا قاعد على الدكه، حتى دي وجهه نظر مدرب، انا في الاخر بقتنع بوجهه نظر مدرب. ويمكن حضرتك عشرتني ما دخلتش المدرب قلت له انا بلعب ليه، ما بلعبش ليه غير واحد بس. حضرتك عارف كان عايز يمشيني لولا انت يا كابتن، هو كان مارتن يول. لكن ما دخلتش مدرب خالص قلت له انا بلعب ما بلعبش. عارف قال لي ايه؟ انا حكيت لك مره قبل كده. يعني في وقتها ما كنتش اقدر احكي لك ابدا، وهو موجود طول ما هو موجود ما اقدرش احكي لك ابدا. لكن لقيته مره كنت انت راجع من الاصابه بالظبط، وكنا لعبنا ماتش مع ديروت في الكاس. في الكاس، وانت دخلت له بعد الماتش ده على طول. كان الماتش ده في استاد اسكندريه صح. فهو ما يعرفكش، انت راجع من اصابه وهو ما يعرفكش. فقال لي وليد سليمان، كانت المساحه بدات بينه وبينه تبقى كويسه الاول، ما كانتش عاليه قوي، فبدات المساحه دي تبقى كويسه والثقه تبقى موجوده يعني. فقال لي وليد عايز يدخل لي وكده، قلت له طبعا ده لعيب كويس وبتاع. قال لي لا بس هو شكله هيتكلم في حته اللعب والكلام ده، وانا هقول له لو مش عاجبك امشي. فقلت له طب خلاص. فالجهاز كان قاعد، الجهاز كله كان قاعد. فقلت له طب ممكن اكلمك يعني مع لوحدنا؟ فقال لي طبعا. فخرج الجهاز وقعدت انا قلت له بص، لو انت هتقول ده كارت ارهاب للفرقه انا معاك بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني انت عايز في ساعات بتبقى عايز تعمل كبش فدا، بالظبط، تمام، في كلمه في قرار عشان الامور تستقيم بالزبط. وده في الاداره موجود يعني. فلو انت هتعمل ده كارت ارهاب للناس كلها، اي حد عايز يكلمني في العب ولا ما العبش يمشي، تمام، فالرساله تبقى واصله للناس انا معاك. لكن لو هتقولها الوليد لا، مش ده اللي اتقال له كده. فقال لي ليه اشمعنى يعني؟ قلت له وليد ده كذا 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 كذا، تمام، انت اسمع منه وقول له وليد يعني انا الجهاز كلمني عليك كتير وقال له ان انت لعيب كويس قوي، بس انا ما شفتش ده. انا راجل مش مصري يعني، انا راجل يعني عندي تاريخي وعندي يعني فرق اللي مرنتها، فانا ما اعرفكش. فانا هساعدك، لكن قبل انا ما اساعدك انت لازم تساعد نفسك وتساعدني ان انا اشوفك كويس، تمام. وقد كان قال لك الكلام ده. فبعد شهر ونص كده جالي قال لي انا كنت هعمل حاجه ما كنتش هسامح بيها نفسي ابدا ابدا في وليد سليمان، لان انت ساعتها ما شاء الله خلاص شهر ونص دول فرقوا جامد جدا جدا معاك يعني. الحمد لله. ده كان مارتن يول صح؟ طبعا يا كابتن، بس زي ما قلت لحضرتك يعني مدرب، انا عمري ما دخلت مدرب غير هو مستر مارتن يول. وحضرتك ساعدتني بشكل كبير جدا في التوقيت ده، حتى لما كنت بتكلم معاك كنت بتقول لي اصبر 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 هتجيلك تسرع راجع من اصابه. لكن الوقت اللي هو اللعيب بيوصل فيه لسن معين يا كابتن ممكن ما يتقبلش يقعد على الدكه. يعني انا قعدت على الدكه في النادي ممكن 3 سنين بس ارقامي وانا قاعد على الدكه كنت هداف فرقه. صحيح. في لعيب يعني دي فرقت معايا، وخدت بطولات برضو مع النادي، زودت رصيدي من البطولات وزودت رصيدي من الناحيه الثانيه. في لعيب ممكن يوصل لمرحله انه يقعد على الدكه وما يتقبلش، يبقى عايز يمشي، يبقى مستعجل، تلاقي رصيده اقل من البطولات. لكن اللعيب الذكي ان هو يفضل موجود متواجد على الدكه، ليه دور، حتى طول ما هو على الدكه ليه دور. ولما يكون لعيب كبير كمان محسوب على الفرقه ان اوضه لبس، حاجات كتير جدا. الحمد لله بفضل الله كنت دايما يعني بستشير ناس كتير جدا. احنا في الاخر حضرتك عارف لعيب الكوره بيبقى دايما سخن وبتاع. صحيح. يقول لي لا
خليك زي ما انت ووقتك موجود وهتلعب وليك دور. حط في دماغك ان انت لو شاركت حتى دقيقتين يبقى ليك دور. الحمد لله كان ربنا بيوفق في ماتشات كتير جدا، وكنت بنزل في وقت قليل جدا تعمل الفارق. واعمل الفارق الحمد لله. انت بتقول حاجه من اهم ادوات المساعده للاعب الكوره، المجموعه اللي حواليه صح او اللي بيرجع لها. صح. لو كانت كويسه وامينه ومثقفه بالظبط. وعندها خبرات ودرايه وبتحب الشخص ده بجد، يعني تفرق معاك. بس تفرق جدا معاه. طبعا طبعا. انا اقول دايما لكل لعيبه الكوره، خليك مع الراجل اللي يشتغل لمصلحتك مش يريحك. صح. يعني ممكن تروح لواحد يريحك، انا زعلان من سيد، اي سيد ده ما هو نسي، هو مش عارف ايه، فهو عايز يريحك في الكلام، صح. لكن هو بيدمرك. دي حقيقة. تمام. هو بيدمرك، هو صح. مش فاهم حاجه. صح. تمام. فتروح لواحد يكون عنده خبرات كويسه، ويكون كمان ناصح ليك، ناصح امين. امين. صح. يعني ناصح امين، فعشان يوجهك بشكل كويس عشان الاستمراريه تبقى موجوده يعني. دي حقيقة يا كابتن. يعني فعلا هو كان دايما والدي يقول لي الصاحب ساحب. صاحب ساحب، صحيح. يعني صاحبك حاجة كويسة حاجة مش كويسة. انت اصحابك كتير؟ بره الكورة كتير والله. اوكي. بس كبار كلهم يا كابتن. يعني انا اللي فرق معايا برضو في حياتي ان اصحابي تصدق بالله انا كده برضو اصحابي الكبار مش في سني ولا اصغر مني. تصدق انت زي بالظبط. وانا صغير كان عندي حاجه غريبه جدا، اول مره هقولها في حياتي. انا مش من هواة الخروج قوي، يعني انا مثلا لحد ما اتجوزت ما كنتش بقعد على كافيهات لحد ما اتجوزت. ما رحتش مثلا يعني شرم الشيخ ما شفتهاش والله العظيم، الغردقه ما شفتهاش، اسكندريه كنت بروح المعموره اكل فريسكا مع اني ما بحبش فريسكا وارجع. لكن ما كنتش من هواة ان انا ما بقولش ان ده غلط، بس انا بتكلم على طبيعه بني ادمين يعني. تمام. فما كنتش بخرج كتير، بس كان عندي حاجه غريبه جدا بقى. كان النادي دايما بيأجر لنا شقق كده، تمام، في المانيال، في الهرم، في الدمرداش، محطه الدمرداش اللي هي ناحيه حدائق القبه. وكنت في بيت في حدائق القبه، يعني كنت زي اسرتي بالظبط يعني، وفي سرايا القبه. فكنت اقعد في البيت ساعات بقعد لوحدي. فاقوم عامل ايه؟ اقوم نازل قاعد مع الامن تحت بتوع العماره، اقعد معاهم. والله يكون عندهم شاي، كركديه، مش عارف ايه الحاجات السخنه اللي هي انا احبها شويه. وبعدين ارتبطت باللاتيه في الاخر كده. فكان عندي استمتاع رهيب جدا بحكاويهم. استمتاع رهيب جدا، ما اعرفش المتعه دي كانت جايه لي منين، بس كنت بحس ان كميه خبرات في المواقف اللي خدوها هم مش قادرين ينقلوها، لكن بيحكوها. هو بيحكي على حاجات حصلت له فعلا، بس هو اتعامل معاها ازاي او النتيجه كانت ازاي. وكنت اربط من اللي قاله لي ده، عم سيد مثلا بتاع الامن، او عم عبد الله بتاع الامن في العماره دي، او عم حسن بتاع الامن في العماره بتاعت الدمرداش، او فكنت اقعد اربط، الاقي ان في النهايه يا وليد الامور اللي ماشيه صح هتنتهي صح، حتى لو كان في النص بعض الامور من عدم التوفيق، لكن بدات صح هتنتهي صح، والامور اللي بدات غلط هتنتهي غلط، حتى لو حصل لك توفيق في النص مش مشكله، بس الغلط هينتهي بغلط فعلا. هو اللي حضرتك بتقوله ده يا كابتن هو فرق معايا انا شخصيا، ان انا كانوا اصحابي كلهم كبار. كنت اقعد اسمع بيتكلموا في حاجات كتير جدا، يعني حتى فيهم ناس، يعني حماية كان من ضمن الناس دي، يعني كنت بروح اقعد معاهم كنت بستفاد جدا. وانا برضو حماية كان راجل حكيم جدا. جدا كنت بستفاد منهم جدا، وما كان دايما قعدتي معاهم. مفيش خروجات، كنا نقعد عند حد كده، محمد كمال اللي هو بتاع كوبري القبه، اكيد تعرفه، بتاع العربيات. وهو محمد صاحبي. كنا نقعد بقى كلنا، كنت انا اصغر واحد فيهم سنا، هم كلهم ما شاء الله ناس كبيره، هم دول اصحابي. كنت بستفاد منهم بقى خبرات، وكنت اقعد اسمع كده. اللائحه بتقول ايه؟ طب وليد، مرحله قطاع الناشئين، مدير قطاع الناشئين، طلع لنا كوكا، طلع لنا كريم الدبيس، طلع لنا شوبير، طلع لنا مش عايزين ننسى حد، محمد عبد الله. حاجه كويسه قوي قوي، ربنا يحميه. حمزه عبد الكريم دلوقتي طبعا، والناس معاره كمان، احمد عبدين ويوسف سيد عبد الحفيظ، وعندك وعمر سيد وبستانجي،
وزعلوك وعمر سيد معوض ربنا يشفيه يا رب ربنا ويرجعه يشفيه. بالسلامه، لعيب طبعاً. كويس قوي 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 طبعاً. قوي قوي يعني. دي حقيقة. مجموعه بس مش ومعتز وناس كبيره، ناس كتير في قوي. طبعا. مرحله قطاع الناشئين بالنسبه لوليد بقى وادارتها. والله يا كابتن مرحلة قطاع الناشئين طبعا بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، وبستفاد وبتعلم. لكن هو قطاع كبير جدا، وقطاع فيه لعيبة كويسة جدا زي ما حضرتك ذكرت، وفيه لسه لعيبة كمان في السن الصغير. هو ده الأساس بتاع النادي طول عمره، إن بيطلع لعيبة كتير جدا تقدر تفيد النادي بشكل كويس في الدرجة الأولى، أو بشكل إن هم يطلعوا أعراض ياخدوا خبرات ويرجعوا تاني. لكن بالنسبة للقطاع، لا قطاع مميز. في موجود معنا الكابتن بدر، وكان موجود محمد شوقي، كانوا شغالين بشكل كويس جدا. زي ما قلت لحضرتك الأعمار السنية اللي هو مدرسة الكورة عندنا ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن أحسن قطاع براعم في مصر، في مواهب كتيرة جدا. قدر الكابتن بدر كمان يسبق الناس، يعمل سن 19 و20 ولاد صغيرين جدا اختبارات. لكن الفترة دي ممكن نقول إن في لعيبة مميزة جدا، يمكن حضرتك تعرفهم، تاحة ومش عايز انسى 2007 إصابات. 2007 في وفي 2008 في حمزة عبد الكريم، وفي عطية اسمه بلال عطية لعيب كويس قوي. وفي مهند الباك ليفت لعيب كويس جدا، وفي ديجو في نص الملعب 2008. لا 2008 في 4-5 لعيبه كويسين جدا بيروحوا منتخب مع كابتن كاس. 2007 برضو في زيدان ورأفت و ياسين، وفي لعيبه كتير جدا برضو في السبعه بيروحوا منتخب. في يا كابتن، بس ياسين عاطف في بس هم محتاجين الوقت، ومحتاجين ان هم يطلعوا اعراض، لان طبعا الفرصه بتبقى صعبه في الدرجه الاولى، لكن محتاجين اعراض، او محتاجين الفرقه بتاع الدلفي ممكن ناس تروح تحتك يعني وتاخد خبرات هناك يعني. احنا عندنا ثقه فيك يا وحش، طلع لنا 70 حاوي كده ان شاء الله. هو انا دايما بقول ان قطاع الناشئين هو كنز طبعا، هو كنز مع الاسعار اللي بنسمعها، مع المبالغه، مع الشخصيه اللي بتبقى موجوده من تحت، يعني الولد اللي طالع من تربيه الاهلي وبيت الاهلي بيبقى حاجه مختلفه خالص يعني. طيب وليد، مباراه نفسك تشوفها على استاد الاهلي مستقبلا؟ نفسي اشوفها يعني نهائي مثلا افريقيا او اهلي وزمالك على استاد الاهلي بعد 4 سنين. عد بالثانيه بالدقيقه. لسه كنا بنتكلم دلوقتي يا كابتن قبل ما نطلع ان ابن المحظوظه اللي هيجيب اول جول على الاستاد ده. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. افتكرنا بقى صندي اللي جاب جول واختفى وما نعرفش عنه حاجه. بيكمل بقيه الاسبوع. صندي بيكمل بقيه الاسبوع من عشري، وعمل البدايه هنا وخلاص. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. أعلام البطولة أهلي عنوان الرجولة، أنا واحد من أهلي اللي الأسطورة بيرسموها. كانت أحلام وحققناها، ظهر بعض سنين عشناها، والدم أحمر في قلبي، انتصارات ما أقدرش أنساها. الحب اللي جوانا والعيلة اللي مجمعانا، والبيت اللي مش حيطانه بس أحلامنا عاشها معانا. غنوا هالي دايما يفضل نسره عالي، التاريخ بيخلد اسم أهلي والإحساس خيالي. كلكوا عارفين من أهلي وعاشت الأسامي، كلكوا عارفين من أهلي وعارفين فين عنواني. عاشت الأسامي ذكريات ما بتنتهيش، إيه بينك وبينه علشان في قلوبنا تعيش. انتم أساس في قلبي، انتم ناس ما بتتنسيش. بنعيش عشان نشجع، بنشجع عشان نعيش. لو تعاد الزمان هعيد كلامي تاني، عايش احكي بجد ومقدرني البركة في لساني. انا كل سطر في قصة بطلها اهلي وناسي، اهلي ضحى عشان انا مش هنسى لكم كل حياتي. شاب على كتاف ابويا مسمع صوتي دافي،
بعده انا اللي شايل بعدي ابني على كتافي. غنوا اهلي دايما يفضل نصره عالي، التاريخ بيخلد اسم اهلي والاحساس خيالي. كلكم عارفين من اهلي وعاشت الاسامي، كلكم عارفين من اهلي وعارفين فين عنواني. اسمك محفور على جدران استاد الاهلي، في استاد الاهلي عاشت الاسامي. نورتني يا وليد. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. كل سنة وانت طيب. وحياتك طيبه يا كابتن. الكلام خلص النهارده، وبكره ان شاء الله الرحمن مكملين في بودكاست القلعه الحمراء.